طبعا اليوم لدينا سؤال لمحب الرياضيات في التفاضل. يقول إذا كانت E أس Y زائدا E أس X تساوي E أس Y زائدا X، فاثبت أن الواي داش يساوي سالب E أس Y ناقص X. طبعا لإثبات هذا السؤال نقوم بعملية تبسيط لهذا المنحنى أو هذا الدالة. بيكون معي E أس Y زائدا E أس X تساوي التبسيط اللي بنقوم في هذا، يعني بنقوم فيه بهذا الطرف، هو إنه نفك بدل ما هو جمع للأسس نخليها إيش ضرب، من E أس Y في E أس X. هذا يؤدي إلى أنه E أس Y طبعا نقوم الآن بالقسمة على هذا الطرف E أس Y في E أس X لكل الأطراف. إذا E أس Y على E أس Y في E أس X زائدا E أس X على E أس Y في E أس X. طبعا الطرف الآخر لما نقسم عليه بيساوي 1. الآن نلاحظ إنه ممكن إيش نختصر هذا الإي أس واي مع الإي أس واي والإي أس إكس مع الإي أس إكس. إذا بيبقى معي 1 على إي أس إكس زائد 1 على إي أس واي يساوي 1. طبعا هنا الإي أس واي والإي أس إكس هنا في المقام، إذا ممكن نطلعها من البسط تكون الدالة بالشكل إي أس سالب إكس زائدا إي أس سالب واي يساوي 1. الآن ممكن يعني نجري عملية الإيش الاشتقاق أو الواي داش، فيصبح معي اشتقاق الحد الأول سالب إي أس سالب إكس، أو اشتقاق ضمني يعني ناقص إي أس سالب واي في الواي داش يساوي 0 إنه مشتقة الواحد بصفر. إذا ممكن نودي الإي أس إكس للطرف الآخر، يبقى معي هنا سالب إي أس سالب واي في واي داش يساوي إي أس سالب إكس، ومنه ممكن الآن نقسم على سالب إي أس سالب واي، نحصل على الواي داش تساوي سالب إي أس سالب إكس على إي أس سالب واي. طيب الآن ممكن طبعا هنا بسط إي أس سالب إكس فوق المقام إي أس سالب واي، فيعني نطرح أسس، إذا بتكون الواي داش تساوي إي أس سالب إكس ناقص واي، وهنا طبعا في سالب في الأخير سالب، يعني بترتيب الحدود الواي تصبح موجبة والإكس سالبة، وهو المطلوب إثباته.